إليكم بعض النقاط المسربة التي طرحتها البوليزاريو ووافق عليها المغرب حسب مصدر موثوق، ولكنها بعيدة كل البعد عن الاستقلال وكذبة البوليزاريو، بل بالعكس بعنوان الحكم الذاتي. في هذا الفيديو سنسرد لكم ملفات التفاوض ومقترحات البوليزاريو، نجمع فيه كل النقاط التي تضمنتها رؤية البوليزاريو للحكم الذاتي وقدمتها في اللقاء التفاوضي في مدريد يوم 7 و8 و9 فبراير الجاري. تقترح البوليزاريو إنشاء حزب صحراوي موحد يجمع صحراويي البوليزاريو والصحراويين الموالين للمغرب العاملين معه حاليا، بمعنى الصحراويين الموالين للمغرب العاملين معه حاليا وهم المغاربة الصحراويين المقيمين في الأراضي الجنوبية. نكمل المقترح. ولا بأس بإنشاء أحزاب أخرى، ولكن هذا الحزب الصحراوي الذي سيضم قادة البوليزاريو والأشخاص العاملين مع المغرب سيكون أكبر الأحزاب، وهو المسيطر والمتواجد في المشهد، وهو الذي سيدير الإقليم. الحزب سيضم قيادة الجبهة إضافة إلى الأشخاص الذين تسميهم البوليزاريو عملاء الآن، ويسميهم المغرب منتخبي وأطر الأقاليم الجنوبية. هذه النقطة طرحتها البوليزاريو وليس محل خلاف، حيث لم يعترض عليها المغرب. نمر للمقترح التالي. تطالب البوليزاريو أيضا بعدم إشراك الأشخاص من خارج الإقليم في الحياة السياسية، أو أن تكون مشاركتهم ثانوية ومتدنية في ال10 سنوات الأولى على أقل تقدير. يعني الناس اللي جايين من الداخل، الناس اللي جايين من الرباط، من كازا، من أكادير، من مراكش، من طنجة، ما عندهمش الحق يشاركوا في الحياة السياسية في الأقاليم الجنوبية. هذه النقطة أيضا لم يرفضها المغرب وليس ضمن نقاط الخلاف. نمر للمقترح التالي. اقترحت البوليزاريو أن يتم انتخاب رئيس الإقليم في انتخابات يحدد شكلها لاحقا وتتم الموافقة عليه. هذه النقطة يعترض عليها المغرب ويطالب بتعيين الملك لرئيس الإقليم ككل أقاليم المملكة. المقترح التالي. تقترح البوليزاريو تقاسم عائدات الإقليم من الثروات ومن الضرائب ومن الجبايات ومناصفتها مع الإدارة المركزية في الرباط، بما معناه كل خيرات المناطق الجنوبية تقاسمها الحكومة ديال الإقليم الجنوبي مع الرباط. وهذه النقطة من نقاط الخلاف، حيث يرى المغرب أن تتم مركزية عائدات الإقليم ككل أقاليم المملكة في الرباط وتذهب لحكومة الإقليم مخصصات خاصة بها ككل جهات المملكة. نمر للمقترح التالي. تطالب البوليزاريو باستفتاء سكان الإقليم بعد مدة زمنية على استقلال الأقاليم، وهذه النقطة يرفضها المغرب وترفضها أمريكا، بل لا تؤخذ بعين الاعتبار نهائيا. يعني بعد مدة يديروا الاستفتاء، يعني يكون الحكم الذاتي في الأول ومن بعد يديروا الاستفتاء. هي ما درنا والو. ندوزو المقترح التالي. تطالب البوليزاريو بضمانات دولية تضمن تنفيذ الاتفاق بحذافيره، وهذه النقطة تلقي ترحيبا من جميع الأطراف وخصوصا من الطرف الأمريكي. نقاط أخرى كثيرة كانت محل اتفاق، منها الإفراج عن المعتقلين وعودة اللاجئين وأمور تقنية وسيادية وفنية أخرى. حتى لهنا كنكونوا سردنا لكم كامل المقترحات ديال البوليزاريو في هذا الاجتماع الأخير اللي دار في مدريد. واللي عنده شي تعليق أو شي تعقيب على هذه المقترحات ديال هاد الناس هادو يخلي لنا في لي كومونتير، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله. واللي ما مشارك يشترك معنا، واللي عجبوه هذا المحتوى يدير لنا شي لايك. شكرا.